عم بقول لها راح زياد الرحباني، قالت لي سكيسة، قلت لها سا عم بقلبك ما بتعرفي سكيسة؟ قلت لها خلص هلا مش حرزانة ما راح، بكره لما يجي حدا بيشبهه ببقى بعرفك عليه اذا اجا not any time soon. يعني بتتذكري لما كنت قل لك quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous؟ هذا زياد كان فهمان اللعبة كلها. زياد il savait le jeu، كان فهمان انه هيدا فيلم امريكي طويل وناطرينه ليخلص. خلص هو قبل ما يخلص، كان متفائل بطبيعته انه ايه في امل، وقوم فوت نام وصير احلام انه بلدنا صارت بلد. كان يسأل اسئلة انه شو بالنسبة لبكرة شو، وكان يجاوب، كان دغري يجي الجواب انه شي فاشل. لما كان صغير كان بده يفوت بحزب الكتايب، بيو ما خلاه، منيح ما خلاه لانه كان فات بالحيط. هو لما انظهر من جو المسيحي اليميني الطائفي المتقوقع شاف صورة لبنان الواقعية وعرفنا عليها. بآخر أيامه كان مع المقاومة وضد الاحتلال وضد التطبيع، لأنه في شيء لذيذ بخصوص الكرامة والشعب العنيد لما منكون عم نقاوم الاحتلال. حكى عن البوسطة، اكشولي حكى عن بوسطين، ومع كل المصايب كان دايما يقول انه بعدنا طيبين قولوا الله. ايه راح هلا هيك بلا ولا شي، قومي نعمل شي على راحة نفسه. تعي نقعد بالفاي. سكيسة قلتيلي؟ بختك نحن كيف قراب وما بتعرفي سكيسة؟ سقطت سهوا هيدي.